وأيضا يوم الشهيد. سعيد بدعوة الدكتور إبراهيم، ويعني ممكن أحكي باختصار شديد الحاجات اللي عملناها في حرب الاستنزاف في 73. كان قائد القوات البحرية مرحوم محمود فهمي عبد الرحمن. هو يمكن الدكتور إبراهيم قال إن هو كان عميد أول ما مسك القوات البحرية، وبعدين اترقى لواء، واترقى فريق بعد وفاته على بطولاته الأكثر من رائعة اللي عملها. يعني هو من يوم ما مسك قائد القوات البحرية وكان عمره 49 سنة برتبة عميد، وهو عمل كافة، يعني هو قال على نفسه إن هو لازم ينكد على العدو كل يوم. يعني استخدم كافة أفرع القوات البحرية في إنه ينكد على العدو. استخدم اللانشات الصواريخ في إغراق المدمرة إيلات، استخدم القناصات في إغراق غواصة دكار من ساحل اسكندرية. كان الغواصات مرابطة في ميناء حيفا وأشدود، يعني ما فيش بيسيبوهاش خالص. يعني المراكب الغواصات بتيجي تبدل بعضها هناك، كل غواصة بتقعد 21 يوم وترجع وغواصة هناك تانية. استخدم الضفادع البشرية أحسن استخدام، حتى عمل عملية خارج نطاق العمليات. نطاق العمليات اللي هو ما بيننا وما بين إسرائيل، لا، عمل عملية في أبيجان في غرب إفريقيا، اللي هي عملية الحفار كنتيك، عملية بطولية رائعة جدا. الحفار كان جاي من كندا علشان يحفر، إسرائيل جايباه شريان من كندا علشان يحفر في خليج السويس يسرق البترول بتاعنا. فكانت تعليمات الزعيم جمال عبد الناصر انه ما يخشش من باب المندب، وبالفعل الضفادع البشريه راحوا، وبعد مطارده كبيره يعني راحوا له الاول في دكار في السنغال، وبعدين مشي الحفار قبل ما ينزلوا الميه، فاستنوه لغايه ما راح ابيجان ساحل وتم تفكيره. ايضا استغل القوات البحريه انه يعمل حاجه كان جمال عبد الناصر نفسه يعملها. العدو في هذا الوقت كان بيطلع مقولات كثيره، يقول الجيش الذي لا يهزم الجند الاسرائيلي السوبر، الجيش الذي له اليد الطولى، عشان كان بيضرب في ابو زعبل وبحر البقر اللي هو في الداخل. فكان جمال عبد الناصر نفسه ان نضرب جوه اسرائيل 48 اللي هي الارض اللي احتلها سنه 48. ما كانش القوات الجويه كانت بعافيه شويه بعد حرب 67. فما تطوع محمود فهمي عبد الرحمن وقال له احنا نقدر نروح نضرب في ايلات، وديت ايلات في اسرائيل 48. وبالفعل راحت مجموعات الضفادع البشريه، وزي ما الابطال عمر قال هو رحنا 5 مرات، تم فيهم 3 عمليات ناجحه، غرقنا فيهم 4 مراكب. يمكن الفيلم الطريق الى ايلات ما بينش قوي، هو بين عمليه واحده وغرقنا سفينتين بس. لا، احنا رحنا 5 مرات نفذنا فيهم 3 عمليات. العمليه الاولى غرقنا سفينتين اللي هم داليا وهيدروما. العمليه الثانيه تم اغراق سفينتين تانيين اللي هم بيت شيفا وباتيام. في العمليه الثالثه تم تدمير الرصيف الحربي. لم نخسر في هذه العمليات سوى شهيد واحد في ال5 اختراقات.